وفعلا كانت اكبر غلطه في حياتي. احنا لبسنا في تاتو من الاخر. دي مشكله كبيره جدا 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 جدا. يتعمل بالليزر او يتعمل، بيقولوا برضو في حاجه اللي هو سلاين. انا سالت دار الافتاء. ازيكم عاملين ايه؟ انا كنت متردده اعمل الفيديو ده ولا لا، بس بصراحه حسيت ان انا لازم اعمل فيديو، علشان يعني ممكن يكون حد شايفه ملوش لازمه، بس فعلا الفيديو ده مهم جدا قبل ما اي حد ياخد القرار. وطبعا انتوا اكيد شايفين الموضوع من العنوان. دلوقتي انا في سنه 2020 للاسف الشديد، لا قصدي 2021 للاسف الشديد، قررت ان انا اعمل مايكرو بليدنج. وفعلا كانت اكبر غلطه في حياتي واكبر حاجه يعني ندمانه عليها حتى الان. انا فاكره في اليوم المهم، خليني ابدا بالتدريج. المهم عملت الحواجب للاسف وعملت الايلاينر، ودي مشكله كبيره جدا. للاسف هما بيقولوا ان هي حاجه مؤقته، ان هي بس يعني الايلاينر ان هو 5 سنين وبيروح، وان الاي شادو سوري مش الاي شادو قصدي، والمايكرو الحواجب بياخد 2 سنين ويروح او 6 شهور. لا يا جماعه الكلام ده مش حقيقه. للاسف الشديد احنا يعني سوري في الكلمه، احنا لبسنا في تاتو من الاخر. دي مشكله كبيره جدا 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 جدا. اي حد بيفكر يعمل مايكرو بليدنج يا ريت يشوف الفيديو ده بجد قبل ما يعمله. ما بيروحش. ودلوقتي انا لازم ان انا اشوف مكان يكون بيعمل جلسات يزيله، تمام، لان انا كده خلاص دخلت في ان انا كده ده تاتو، تمام. فللاسف الشديد في مصر قالوا لي لازم بياخد كذا جلسه، خاصه الايلاينر، وده شكله اصلا بشع. يعني بصوا اصلا كبير قوي وطويل، بصراحه مضايقني جدا، تمام. للاسف شديد دلوقتي في مصر قالوا لي ان هو بياخد اكتر من جلسه، وانا اجازتي في مصر كانت قصيره جدا، فما لحقتش ان انا اعمله. او مش قصيره على فكره، قعدت 3 شهور اخر مره. بس قالوا ان هو يعني مثلا بتعملي الجلسه وتقعدي 21 يوم وبعدين تعمليه وهكذا. طب انا ليه من الاول؟ انا لو كنت لقيت فيديو زي ده من الاول عرفني ان هو عمره ما بيروح، انا ما كنتش عملته بصراحه من البدايه. خاصه الايلاينر ده الغريب. الحواجب قولي مثلا سهل يتشال، بس مشكله الايلاينر انه هو في مكان حساس جدا. فكرة ان هو يتعمل بالليزر او يتعمل، بيقولوا برضو في حاجه اللي هو سلاين، شلب سلاين او كده، فصعبه، هتاخد جلسات كتير ومؤلمه وممكن يورم. وانا اصلا بشرتي حساسه جدا، بس لازم احاول. هنا في امريكا غالي جدا ان انا اشيله، بس لازم احاول ان انا اشيله. بس اللي اقصده بشكل عام يا جماعه مش بيروح، فخلي بالكم. انا يا ريت بس ما اكونش ان انا طولت ورغيت كتير. خلي بالكم لو اي حد عايز يعمل مايكرو بليدنج. وانا على فكره بعت لدار الافتاء عشان بس محدش بجد يعني اتمنى محدش يهاجمني في التعليقات، لان انا ندمانه على القرار، بس انا فعلا ما كنتش عارف ان هو ما بيروحش. وعلى فكره انا سالت دار الافتاء، والله سالت دار الافتاء، وقالوا دار الافتاء قالوا يجوز، لان قالوا ان ما بينزلش دم. صح، كل الاعلانات بتقول ان ما بينزلش دم، بس للاسف الشديد اكتشفت بعد كده ان ممكن يكون بينزل، لان انا سالت على فكره. كنت عامله كمان للشفايف، بس راح على طول. المهم ممكن يكون باقي اثر، بس مش باين يعني، بس هو راح تمام. المهم انا سالت على فكره اللي عملت لي، قلت لها هو نازل دم؟ قالت لي لا. طب قالت لي لا. بعد كده في الجلسه التانية الحواجب قلت لها نزل دم بعد ما عملته؟ قالت لي بسيط، نقطه، مش عارفه ايه، مش فاكره والله بصراحه. في اليوم ده انا فاكره ان انا روحت البيت عيطت جدا جدا جدا، واتصلت بدار الافتاء. وعناية بقى كان منظرها رهيب. اما عملت الايلاينر بتاع الايلاينر، عينيا دي ورمت، بعيدا عن الحاجات دي طبيعيه وكل حاجه والكلام ده ان هي تورم، بس اقصد انا فاكره ان اللي عملت لي الايلاينر هو اول جلسه كانت برازيليه، كانت رفيع جدا وكان خفيف، وكنت حاسه ان هو ممكن يروح. بغبائي رحت انا عدت عليه، فاللي عملته لي مصريه وكانت متخصصه في التاتو للاسف الشديد، وانا قايله لها ان ده مايكرو بليدنج، خلي بالك ما تعمليش، ما تدخليش، هو ده على الطبقه الاولى. والله قعدت اسال كتير المكان على فكره، لان هم كده كذابين ونصابين. قلت لها هو ده على الطبقه يعني الخارجيه وكده، قالت لي والله مش عارفه ايه والكلام ده، بس انا كنت حاساها بتكحت في الجلد بشكل رهيب. قلت لها يعني انا لما طلعت زي ما قلت لكم، انا فاكره ان انا يعني بجد كنت منهاره، واتصلت يعني بدار الافتاء ساعه الايلاينر بصراحه، مش الحواجب بصراحه، افتكرت علشان بقى كله على بعضه. انا كده حسيت ان انا دخلت في حاجه حرام وانا اصلا ما كنتش اعرف، تمام. فخلي بالكم يا ريت بس الفيديو ما يكونش يعني طويل زياده عن اللزوم، بس يعني حاولت ان انا اختصر التجربه بسرعه، وفي نفس الوقت اعرفكم ان هو بيبقى ثابت، عشان اللي عايز يخرج من المعلومه دي، هو ثابت مهما اتعملت الطريقه، هو ثابت للاسف الشديد. حتى لو عملوه قالوا خفيف،
ثابت يا جماعه، ثابت. هو انا زي ما بقول لكم احنا كده خلاص لبسنا في تاتو زي ما يعني، استغفر الله العظيم كده، بس دي حاجه غصب عننا. فهي المشكله قعدت بقى اسال دار الافتاء، طب انا كده صلاتي ما اعرفش ايه، طب انا كده يعني قالوا لي لا حرج عليك وكده. بس انا حسيت برضو بعدم يعني مش عارفه اقول لكم ايه، حاسه بعدم ارتياح طبعا، بس لازم ان انا اسعى ان انا اشيله على قد ما اقدر وكده. وخايفه خايفه بصراحه ان انا ما اقدرش اشيل الحواجب. سهل ان هو يتشال، بس خايفه ان انا ما اقدرش اشيل اللي فوق عيني. فيا ريت بجد ما فيش اي حد يعمل مايكرو بليدنج، ما فيش اي، يا ريت بجد ما حدش يعمل مايكرو بليدنج، وما تسمعوش لكلام اي حد ان هو دي كلها تسويقات فارغه بصراحه في الاخر. يلا سلام. بصوا ده من قريب، يعني حاجه صعبه جدا، بعيدا اصلا انه حرام زي ما قلت لكم المنظر. شايفين بيقلب رمادي ازاي يا جماعه؟ تقريبا محدش اصلا للاسف الشديد بيعمل فيديوهات عن تجاربه، يعني بيقلب برمادي بشكل غريب.